تخيل كده تفطر الصبح على الفيو ده، ولا مش لازم تسافر له 9 ساعات، ده جوه اسكندريه واسعاره كويسه جدا بالنسبه لمكانه. فتعال اعرفك على تجربتي هناك واقول لك على المميزات والعيوب بتاعه المكان. هو اسمه الواحه، موجود في سيدي جابر جوه جول فيستيفال، وهو كافيه في قلب البحر حرفيا، واخد شط كده فمنك للبحر على طول. والقعدات هناك عباره عن هاتس كده زي ما انتم شايفين، فالمكان رهيب والمود بتاعه حلو قوي لو عايز تفصل كده. هو عامل كذا فطار الصبح، انا طلبت فطير وفطار كونتيننتال، والفطار بيجي معاه براد شاي او ليمون نعناع، ودي حاجه كويسه. بس مشكله الفطار بالنسبه ليا ان الماتيريالز اللي مستخدمينها في الفطار ما كانتش احسن حاجه. اللي عجبنا بس كان السوسيس والمربى والجبنه بطماطم، انما باقي الحاجات محتاجين يشتغلوا عليها، سواء الفطير عشان كان ناشف قوي او حتى نوع العسل وانواع الجبن اللي حاطينها برضه. وانا قلت لهم على الكومنتات، وبصراحه الاستاف هناك كان ذوقه مرحب جدا، وقدموا لي نسكافيه فري كاعتذار، وقال لي ان كان في مشكله في الاستاف اليوم ده، وان شاء الله هياخدوا بالهم اكتر الفتره اللي جايه. ويمكن برضه عشان انا ما جربتش الفطار الشرقي، وقال لي ان ده احسن حاجه في الفطار، في المره الجايه ان شاء الله اجرب. ده اللي دفعته يومها، وانا شايف السعر مناسب جدا على موقع المكان، بس يشتغلوا على الفطار شويه وهيبقى من الاماكن المميزه